أنا مش صلاحه ولا بكاظم الساهر. نيبالس بوفش. حياكم الله. التزوير بالذكاء الاصطناعي وتقنية الديب فيك. تابع المقطع للأخير حتى تحمي نفسك وتحمي عائلتك وتساهم بالتوعية للمجتمع. اسمعوا هاي المقاطع. فجر يخليها واطفالنا تفجر الحمر لما انتطب ليها. يا للجريح رزقي بالدمع ما ينقطع نحيبي، سحابة هضم تمرني بدلون رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه. تعبت من الركض والخوف يا حسين، عذر جنبون خيتك تقعد النار. الخيام طاحت علينا وجينا حفاي وحقك جاب الخيام احترقنا. سامحيني سامحيني عالنهار لو طاحت يساري ويميني. دمعي وديما وجروح والكربلة بنروح ناعي يا قلبي ونوح باللاتمة والدمعة. وبس الصوت الوجه هم. أنا مش صلاحه ولا بكاظم الساهر. نيبالس بوفش. يعني باكر عقبه تسمع لك بصمة، تشوف لك مقطع فيديو لأحد، لا ثق حتى لا تظلم حظك وبختك. وبوجود الذكاء الاصطناعي كل شي صار سهل، الحلال والحرام، التزوير والفبركة وبكل سهولة. واللي خلى كاظم الساهر قرأ قصيدة حسينية وراشد الماجد مو صعب عليه يفبرك بصمة صوت، ولا صعبة عليه يلك فيديو مفبرك. وبوجود الذكاء الاصطناعي وتقنية الديب فيك من الصعوبة جدا واحد يقدر يكتشف هذا التزوير إذا سوى لك فيديو مفبرك أو سوى لك صوت مزور استنساخ الأصوات. الحذر الحذر إخواني، الحذر الحذر، والله يستر عليكم وعلى عوائلكم إن شاء الله.